هل هي دولة دينية تفتكر إنها ما لم يكن فيه مسلم، حتى المسلم إذا ما بقي عنصر سنة أو سلفي أو أخوان المسلمين، ما عنده حق في هذه البلد اللي اسمه السودان؟ هل هو الجيش الذي يقوم أو يرسل الطائرات ليضرب وفي السربة وفي جبل مرة وفي كاودا، أم هو جيش لكل السودان؟ لا، جيش لكل السوداني يحمي حقوق الكل السوداني. الإجابة لهذه الأسئلة ومن أجلها ذلك قامت الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان. الإجابة لهذه الأسئلة. كثير من السودانيين ينظروا إن الحركة الشعبية لتحرير السودان هو حركة مرتبطة بجبال النوبة والنيل الأزرق أو حركة مرتبطة بجنوب السودان. لكن الإجابة القطعية إن الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الشعبية شخصت المشكلة وعبرت إن المشكلة الموجودة في السودان هو مشكلة الخرطوم. مشكلة الخرطوم اللي بيرسل الطيارات عشان يضرب المواطنين في دارفور. مشكلة الخرطوم اللي بحمش إنه يبني العمارات في الخرطوم في كافوري وفي المنشية وبخلي المواطنين في دارفور يعانون من إيجاد بنادول للعلاج. مشكلة السودان هو مشكلة الأحزاب اللي هي ما في طبيعة نظرتها للدولة السودانية إنها مصالح مشتركة سواء كانوا مشكلة السودان هو مشكلة عدم الاعتراف بالتنوع، والحركة الشعبية وضعت الشرط الهازل الاعتبار إنه مشكلة الأزمة الأساسية هو مشكلة البوتقة الانصهار، أو إنه نظر أن يقبل السودانيين جميعا، أن يقبل السودانيين واجب عليهم أن يكونوا عرب ويكونوا عليهم مسلمين. واجب عليهم أن يكونوا عرب ويكونوا شنو؟ مسلمين. والحركة الشعبية نظرت هذه المشكلة ورأت إنه ليس بالضروري أن يكون السودانيين جميعهم العرب، وليس بالضروري أن يكونوا جميعهم الأفارقة، وليس بالضروري أن يكونوا كلهم مسلمين، وليس بالضروري أن يكونوا كلهم مسيحيين، وليس بالضروري كلهم أن يكونوا أصحاب المعتقدات الكريمة. ربنا جون قال ربنا لما خلقنا يوم ذاك مش خلق وعرق وزقاء ومساليد والتامة والبرقة والنوبة، منو اللي عنده الحق اللي بقدر بقول ربنا كان غلطان؟ وطيب ليه ما بنختلف انه بالكلام اللي قاله ربنا اللي خلقنا بالشكل ده انه نقبل انه كلنا نحن سواء كنا عرب او سواء كنا افارقه او الحركه الشعبيه ده حركه بتاع الكفار وجنوب السودان، والوقت على الدارفوريين يبقوا مجاهدين والدفاع الشمسي يمشي يجاهدوا في جنوب السودان. عملنا الدفاع الشعبي سنة 92 و95 في فترات طويلة، اتجنبنا بكميات كبيرة مشينا في جنوب السودان. قاتلنا في جنوب السودان قتال عنيف جدا على أساس إنها جهاد. أول ما وصلنا لمرحلة حصل انفصال بين المفاصلة بين المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني، طوال ترابي رجع قال الناس اللي ماتوا في الجنوب ديل ما مجاهد، ديل ما شهداء وبس سماهم ديل فتايس. وطوالي في 2003 برضو قالوا الناس اللي في دارفور ديل برضو ديل ناس كفار زي الجنوبيين ولازم يجوا يجاهدون. بنفس الطبيعة ده تم تجنيد ميليشيات اللي كانت موجودة في جبال النوبة اسمها ميليشيات المراهين أو الدفاع الشعبي، تم تسميتهم في دارفور ميليشيات الجنجويد، وتم تصنيعهم وتم إعطائهم كل الإمكانيات المادية، وتم أيضا تجيشهم عن طريق المؤسسات العسكرية. وقالوا لهم الدارفور ده نحن محتاجينه بناء الشعب لأنه بلد ده محتاجين فيه موارد. ودي كانت النتيجة الأساسية إنه الحرب في دارفور أكثر من 17 سنة و18 سنة إن إحنا قاعدين نعاني. والسبب الأساسي لهذه المعنى إنه نشاط مجازر مثل مجزرة كليندم ومجزرة المستري، وهذه هو امتداد لسياسات السودان القديم، السودان القائم على التفرقة والعنصرية، السودان الذي يعتمد في آلية مصدر مشروعية الدولة اللي بيعتمد على مشروعية العنف. ونحن
إذا كده قلنا في السودان الجديد رفضنا إن الدولة تتبنى مشروعية العنف، وخطينا في الاعتبار إن الدولة دي مفترض تتبنى عالية العقد الاجتماعي أو مشروعية العقد الاجتماعي. إننا كل السودانيين الموجودين في الشمال وفي الجنوب وفي الغرب بقبائلنا وبأعدادنا كلنا نتلاقى في مكان محدد من السودان ونجي نسأل أسئلة محددة. هل إننا كسودانيين قادرين أن نعيش مع بعضنا البعض بالتساوي؟ هل إننا كسودانيين قادرين أن نعيش مع بعضنا البعض بالتساوي دون تمييز إنه هذا برقاوي، هذا فوراي، هذا زقاوي، هذه جالي، هذه شاي؟ إذا قلنا نعم بأي عائلة نستطيع أن نعيش؟ هل بالتمييز على أساس؟ أم إننا نقبل إن المواطن هي أساس الحقوق والواجبات؟ الحركة الشعبية أجابت هذه الأسئلة وقال إننا يمكن أن نعيش في هذه البلد متساويين بشريط أن نضمن أن المواطن هي أساس الحقوق والواجبات. هي سؤال المربط الذي نقاتل من أجله، سؤال الذي نقاتل من أجله كي نحقق السودان الجديد الذي نسعى إلى تحقيقه. نقول الحركة الشعبية في أسئلتها لهذا الوضع كتار جدا الناس قاعدين يقولوا بيتم تشويه صورة الحركة الشعبية. تشويه صورة الحركة الشعبية بيتم من هو الإسلاميين. الإسلاميين نقول الإسلاميين هم الناس اللي بيشيلوا الإسلام ده شكل بداء في مخلايا، أول لما يحققوا بداء بتاعهم ده بجد المخلايا وبخلوه بيمشي. ده اللي يسموهم الإسلاميين. أول الناس اللي قاعدين تجار الدين، الناس اللي بقول لهم تجار الدين، هم اللي بيستثمروا الدين من أجل مكاسب مادية ومعنوية لمصالح محددة، وبتمثل أيضا مصالح رمزية لمجموعات محددة. بناء عليه بيتم تجيش لكل الكثير من السودانيين على أساس إن الحرب في السودان هو حرب شنو؟ ديني. على أساس إن الحرب في السودان هو حرب شنو؟ ديني. والتأكيد على الكلام ده إنه الحركة الشعبية هو تنظيم سياسي يوجد فيه المسلمين ويوجد فيه الفور، يوجد فيه المساليك والتامة والبرغو والجالين والشوايقة والنوبة والعنقسنة والفوج والقمص وكل السودانيين. ولأنه نحن عايزين نأسس دولة قائمة على حقائق الواقع السوداني. الدولة القائمة على الحقائق الواقع السوداني في السودان بقوم على 3 أبعاد أساسية. العمود الأول هو التنوع التاريخي. التنوع التاريخي لما نتكلم عن التنوع التاريخي إنه نقصد السودان ده ما بس مسلمين وعرب، ما بس مسلمين وعرب، ولا بناية السودان ما بدأ بالترابي ولا بعمر بشير ولا بصادق المهدي. لا، السودان ده داري في الجذور، وهي بتمثل العمق الأفريقي أو الدراسات الأنثروبولوجية والدراسات العصرية بتؤكد إن السودان ده هو المهد الأساسي للإنسان في السودان، هو بدأ من السودان أو في العالم بدأ من السودان. على ضوء ذلك السودان عنده حضارات كثيرة. الحضارات الكثيرة هو الحضارات دولة بتاع الكوش، بيتمرحل بدولة بتاع العنوة، الفترة المروية، ثم بعد ذلك الدخول المصرية في القرن السادس عشر، ثم دخول الإسلام في القرن السابع عشر، إضافة إلى مملكة سلطنة الدارفور وسلطنة دار مساليت والبجا وسلطنة المصبعات. كل هذه المكونات بنفتكرها واحد من الأجزاء الأساسية اللي بكون السودان، وده اللي بعبر عن السودان المتعدد المتنوع في بعده التاريخي وفي الحركة الشعبية نهتز بهذه التنوع عشان نبني سوداننا الجديد. النقطة الثانية اللي هو المرتكز الثاني أو البعد الثاني للسودان قائمة على حقائق الواقع، هو اللي بقوم على التنوع المعاصر. إن السودان ده ما كلهم ناس عرب ولا كلهم ناس فور ولا كلهم ناس زقاوة ولا مساليك ولا التامة ولا الجاليين، ومسيحيين وكجورين ولا دينين، وفيه أكثر من 130 لغة.